في يوم 5 ديسمبر سنة 1945 وفي قاعدة اسمها فورد لودرديل البحرية في فلوريدا خرجت 5 طيارات حربية أمريكية في مهمة روتينية عادي جدا، وكان اسمهم الرحلة 19. الطيارات أقلعت وكل حاجة كانت ماشية تمام لحد ما الساعة وصلت 3 و45 دقيقة. برج المراقبة استقبل رسالة غريبة جدا من قائد الرحلة 19 واسمه الملازم تشارلز تايلور، والرسالة كان محتواها: أنا مش شايف الأرض، شكلنا في طريق غلط ومش عارف أحدد مكاني، وكل حاجة شكلها غريب وحتى المحيط. وكانت دي الجملة الأخيرة اللي الملازم ده قالها: إحنا دخلنا دوامة وضيعنا الطريق. وبعدها جميع الطيارات اختفت تماما. 5 طيارات ب14 طيار اختفوا، مفيش حس ولا خبر عنهم. التوتر بدأ يزيد بشكل تدريجي في برج المراقبة، يا ترى الطيارين دول فين وإيه اللي حصل لهم؟ وبدأت عمليات البحث عن الطيارات، بس الغريب والمرعب أكتر إن واحدة من طيارات البحث وهي طيارة مارتن مارينر العملاقة اللي عليها طاقم مكون من 13 شخص اختفت بالكامل من على الرادار. يعني نقدر نقول إنه في ليلة واحدة 6 طيارات 27 راجل اختفوا تماما بدون أي أثر يذكر. والمشكلة الأكبر من الاختفاء كانت إن فرق البحث اللي قلبت المحيط بعدها ما لقوش ولا مسمار واحد من الطيارات دي، ولا جثث ولا حطام ولا بقع زيت، وكأن الناس دي بالكامل ما كانش ليهم وجود من الأساس. الحادثة اللي فاتت دي ما كانتش مجرد كارثة جوية عادية، دي كانت شهادة الميلاد الرسمية للأسطورة اللي أرعبت كوكب الأرض لأكتر من 70 سنة، المنطقة اللي بتخطف طيارات وتبلع سفن وتوقف الزمن، المكان اللي العالم سماه لحد النهارده مثلث برمودا. اتقال واتألف عشرات الكتب والأبحاث والنظريات العلمية. مرة يتقال إنه بوابة لسكان الفضاء، ومرة تانية يتقال إن في قوة مغناطيسية غامضة هي اللي بتبلع أي حاجة تقرب منه، وكمان في اللي قال بيطلع ضباب إلكتروني بيعطل وبيسحب أي جسم معدني. بس كل التفسيرات دي ما وصلتش لحقيقة مثلث برمودا. طيب إيه هو مثلث برمودا؟ وإيه هي حقيقة الرحلة 19؟ وإيه سبب اختفائها؟ وهل في أحداث تانية حصلت في مثلث برمودا زي الحدث الضخم ده؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حكاية النهاردة. بس قبل ما نبدأ حابب أفكرك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك المحتوى الجديد أول بأول. مثلث الشيطان، مقبرة الأطلسي، وجحيم المفقودين، دي أشهر الألقاب اللي اتقالت عن مثلث برمودا، واللي لو حبيت تعرف مكانه بالظبط لازم تفتح الخريطة وترسم معايا خطوط وهمية بتربط ما بين 3 نقاط تحديدا. النقطة الأولى اللي هنرسمها وهي ميامي في فلوريدا، ومنها بننزل لتحت لجزيرة اسمها جزيرة بورتوريكو، وبعد كده بنطلع لفوق خالص في المحيط الأطلسي لجزيرة برمودا. ال3 نقط اللي فاتوا دول بيحصروا ما بينهم مساحة مية مهولة، بنتكلم في حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع تقريبا. المكان ده مش مجرد حتة في البحر، ده واحد من أكبر الممرات الملاحية زحمة في العالم بالكامل، سفن تجارة، يخوت سياحية، وطيارات رايحة وجاية طول الوقت، لدرجة إن في بعض التقديرات بتقول إن حوالي 50,000 سفينة وطائرة بتعدي سنويا على مثلث برمودا. بس الغريبة بقى إن سمعة المكان ده ملعونة من قرون طويلة، مش بس من وقت الرحلة 19 اللي ذكرناها في أول الحلقة. تخيل إن أول واحد اشتكى من المنطقة دي وكتب عنها في مذكراته كان كريستوفر كولومبوس سنة 1492. كولومبوس وهو معدي من المنطقة دي كتب إن هو شاف حاجات غريبة جدا، شاف نار بتنزل من السماء وبتغطس جوه البحر، وكمان كتب إن البوصلة بتاعته كانت بتتصرف بجنون وبتدي قراءات غلط، والبحارة بالكامل كانوا مرعوبين. بس لحد نص القرن العشرين ما كانش اسمه مثلث برمودا ظهر. الاسم التجاري اللي احنا عارفينه واللي هو اسمه مثلث برمودا ما ظهرش للنور إلا سنة 1964، والفضل يرجع لصحفي اسمه فينسنت جاديس. جاديس كتب مقال مشهور جدا بعنوان مثلث برمودا القاتل، وجمع فيه شوية حوادث قديمة على جديدة وحطهم جنب بعض في برواز واحد، ومن هنا اتولدت الأسطورة اللي العالم كله مصدقها لحد النهارده. بس عشان فينسنت جاديس يخلي الناس تصدق ان في لغز كان محتاج شويه وقود، وكان محتاج شويه حوادث تانية غير كولومبوس والطيارات. ومن هنا بدأ الناس يفتشوا في الدفاتر القديمه ويطلعوا تاريخ مثلث برمودا الاسود عشان نكتشف سجل حوادث الاختفاءات في المثلث ده. مثلث برمودا مليان قصص كتير جدا من الاختفاءات، منها المرعبه اكتر ومنها العاديه، ومنها بعض الاختفاءات اللي ملهاش اي تفسير منطقي، ومن بينها الرحله 19 واللي ممكن تبان صغيره جدا. وهحكي لك اشهر قصص الاختفاءات
اختفاء في تاريخ مثلث برمودا، وهنبدأ بقصة البارجة الأمريكية العملاقة USS كولومبوس. تعال نرجع بالزمن شوية لسنة 1918. البارجة الأمريكية العملاقة دي تقريبا كانت أكبر سفينة إمداد في الأسطول الأمريكي بالكامل وقتها، وحش معدني عملاق طولها يقدر بحوالي 170 متر، وعليها طاقم كامل مكون من 309 شخص. السفينة العملاقة دي كانت راجعة من البرازيل ومحملة بأطنان من خام المنجنيز، وفجأة وبدون أي مقدمات اختفت تماما. الشيء المرعب في الاختفاء ده ان مفيش اي اشاره استغاثه واحده طلعت منها، مفيش اي حاجه. القبطان وال 309 بحار اختفوا من الوجود بالكامل من غير ما حد منهم يعرف يدوس على الراديو ولا يبعت حتى اشاره استغاثه واحده، ولحد تاريخ النهارده محدش يعرف البارجه دي راحت فين. القصه المأساويه دي اتكررت تاني في سنه 1963 مع سفينه تانيه اسمها مارين سيلفر كوين او ملكه الكبريت. السفينه دي كانت عباره عن ناقله ضخمه شايله كبريت منصهر، اختفت فجاه قباله سواحل فلوريدا، وبعد بحث طويل جدا كل اللي فرق الانقاذ لقيته كانت سترة نجاة واحده بس وشويه حطام صغيرين. مع العلم ان الموضوع مش خاص بالسفن الكبيره بس ولا خاص بالطيارات بس، لا ده كمان في حادث يخت ويتش كرافت، والحادثه دي حصلت سنه 1967 لما صاحب اليخت واللي اسمه دان بوراك كان راجل خبير في البحر ومركبه كان حديث جدا وقتها، خرج يتفسح هو وصاحبه يتفرجوا على انوار الكريسماس في ميامي. الساعه 9 بالليل اتصل بخفر السواحل وقال لهم اليخت بتاعي خبط في حاجه، تعالوا انقذوني بسرعه، الموضوع بسيط وانا شايف نور المينا بعيني. فرق الانقاذ وصلت للمكان اللي هو حدده بعد حوالي 19 دقيقه بس. تتخيلوا لقوا ايه؟ ولا حاجه، ولا اليخت ولا حطام ولا حتى جثث ولا حتى اشاره استغاثه تانيه. الراجل كان بيكلمهم وهو شايف اضواء مدينته، وفي اقل من 20 دقيقه اختفى من على وش الارض. الكميه المهوله من الحوادث دي ملهاش ولا تفسير ولا دليل ولا اي حاجه واضحه، لدرجه انها حفزت الخيال البشري عشان يحاول يحل لغز واسطوله مثلث برمودا. ومن هنا اتولدت نظريات غريبه جدا ومجنونه بتحاول تفسر ايه اللي بيحصل في مثلث برمودا وايه مصير حوادث الاختفاء دي. لحظه الانفجار الحقيقيه كانت سنه 1974. في السنه دي تحديدا نزل كتاب قلب الموازين كلها اسمه مثلث برمودا. المؤلف كان كاتب ذكي جدا اسمه تشارلز. الراجل ده ما كانش عالم بحار ولا كان فيزيائي، ده كان لغوي ومدرس، بس كان حكواتي شاطر جدا على حسب ما المصادر بتقول. كل اللي عمله تشارلز ان هو بدأ يجمع كل القصص اللي حكيناها ورش عليها شويه بهارات اثاره وشويه غموض وربطها ببعضها بخيط واحد، والكتاب مبيعاته بتضرب في السماء، لدرجه ان مبيعات الكتاب يقال انها وصلت ل 20 مليون نسخه ب 30 لغه، وده رقم خيالي في سوق الكتب وقتها. وبسبب الكتاب ده المثلث اتحول لايقونه في الثقافه الشعبيه، بقيت تلاقي مثلث برمودا في كل حته، افلام هوليوود، مسلسلات كرتون، قصص ميكي وبطوط، وحتى العاب الفيديو. الكلمه نفسها بقت ماركه مسجله بتعبر عن الغموض. ولما نيجي بقى نبص على الكتاب ده ونشوف ايه اشهر النظريات اللي بتحاول تحل لغز مثلث برمودا، هنلاقي 3 نظريات بشكل اساسي. اول واشهر نظريه وهي نظريه الكائنات الفضائيه، والنظريه دي بتقول ببساطه ان في قاعده فضائيه سريه تحت مثلث برمودا، وبيطلع منها الفضائيين عشان يصطادوا البشر او بياخدوا السفن والطيارات كعينات من كوكب الارض عشان يبداوا يحللوها، وده بيفسر ليه مفيش ولا جثه. واما بالنسبه للنظريه الثانيه فكانت نظريه اللعب بالزمن، ودي بتقول ان في ثقوب دوديه او ضباب الكتروني بيبلع الطياره او السفينه وبيوديها لزمن تاني في مكان تاني، وكأن مثلث برمودا بوابه زمنيه. وده لان في طيارين مشهورين زي بروس جيرنون حكوا انهم دخلوا سحابه غريبه جدا وبعدها لاحظ ان هو قطع 100 ميل في دقائق. واما بالنسبه للنظريه الثالثه والاغرب فكانت بترجعنا لالاف السنين ورا والاسطوره اطلانتس المفقوده. مؤيدين النظريه دي قالوا ان قاره اطلانتس غرقت في المكان ده بالذات، وان سكان اطلانتس كان عندهم تكنولوجيا متطوره جدا بتعتمد على كريستالات الطاقه العملاقه. كريستالات الطاقه دي بيقال انها لسه شغاله لحد النهارده تحت قاع المحيط ولكنها بايظه، وكل فتره بتطلع شعاع طاقه عشوائي بيشوش على رادارات السفن وبوصلات السفن، ولو كان قوي شويه ممكن يمسح الطيارات والسفن خالص من الوجود. وبعد ما حكيت لك ال3 نظريات دول، مع العلم دول النظريات الاشهر بس، ممكن تستغرب ان ولا واحده فيهم مقنعه او مدعومه بادله علميه حقيقيه، وده فعلا صح. وده لان العالم بالكامل عايش في قصص ممتعه وغامضه عن مثلث برمودا، وفي وسط الهوس العالمي ده وفي عز ما الناس بتشتري الكتاب لدرجه ان المبيعات وصلت ل 30 مليون نسخه، ظهر شخص واحد بس وقرر ان هو يمشي عكس التيار، والشخص ده كان اسمه لاري كوش. لاري قرر ان هو يمسك ورقه وقلم ويدور ورا تشارلز مؤلف الكتاب المشهور، وقرر ان هو يكتشف حقيقه مثلث برمودا وازاي كتاب تشارلز وكل النظريات اللي حكيناها دي مبنيه على كذبه بالكامل. واول سؤال لازم تعرف اجابته، هو مين اصلا
أصلا لاري كوش؟ لاري أمين مكتبة في جامعة أريزونا ستيت، راجل هادي ودقيق ومهتم بالكتب والقراءة، وكمان كان واخد ماجستير في علوم المكتبات، وده غير كمان إنه كان طيار هاوي. وفي أوائل السبعينات وبعد سطور كتابة تشارلز، الناس كلها بقت مهووسة بمثلث برمودا. الطلبة والباحثين كانوا كلهم بيبعتوا للاري يسألوه عن مصادر للموضوع ده، ولاري بحكم شغلته بدأ يجمع الكتب اللي اتكتبت عن مثلث برمودا، منها كتاب جديث وكتابة تشارلز ومقالات ومجلات الخيال العلمي وغيرها كتير. وهنا لاري لاحظ حاجة استفزته جدا، وهو إن كل كاتب كان بيحكي نفس القصة ولكن بتفاصيل مختلفة. يعني واحد يقول السفينة اختفت يوم الثلاث، وواحد تاني يقول السفينة اختفت يوم الجمعة، وواحد تاني يقول إن الجو كان صافي، وأما التاني بيقول الجو كان فيه غيوم. ده غير إن مفيش كمان ولا كتاب من دول دعم آراءه بأدلة علمية قوية. وده اللي خلى لاري يقرر إن هو يبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة بنفسه، وبيعمل حاجة مجنونة جدا، بيحول مكتبه لغرفة عمليات، وبيبدأ يبعت خطابات رسمية لكل الجهات اللي ليها علاقة بالبحر أو الطيران، وكل ده عشان بس يتتبع كل الرحلات اللي اختفت من مثلث برمودا. ومضمون الرسائل اللي كان بيبعتها لمختلف الجهات إن هو كان عاوز يتلقى التقارير الأصلية للحادثة الفلانية. يعني مثلا لو هو عارف إن في حادثة حصلت في تاريخ معين، فبيبعت يطلب كل التقارير الخاصة بالحادثة دي تحديدا. ومش بس كده، لاري كمان كان بيقعد بالساعات قدام أجهزة المايكروفيلم أو شرائط الأرشيف القديمة عشان يدور في جرايد بقالها 20 و30 سنة، وكل ده عشان يبص على نشرة الطقس في الأيام اللي حصلت فيها الحوادث دي، ويبدأ يقارن المعلومات دي كلها ببعضها، وبيشوف الحادثة وتوقعات الطقس يومها كان عامل إزاي، وبيبدأ يقارن التقارير البحرية والجوية المتاحة معاه. والنتيجة اللي لاري وصل لها كانت مفاجأة، ونشرها لاري في كتابه واللي سماه لغز مثلث برمودا اتحل. الكتاب ده ما كانش فيه مجرد نظريات، ده كان كتاب بيفكك فيه أسطورة لغز مثلث برمودا، ورد على كل النظريات اللي مالت السبعينات وقتها وكل الكتب المشهورة واللي اتباع منها ملايين النسخ. طيب هتيجي دلوقتي تسألني سؤال، ايه هي حقيقة مثلث برمودا، وايه الحاجات الغريبة اللي لاري اكتشفها لما قدر يربط كل الأحداث اللي فاتت دي ببعضها؟ لاري اكتشف ان مثلث برمودا اتضخم ب3 خدع بشكل أساسي، كان المؤلفين والمهتمين بالنظريات بيستخدموها، وال3 خدع دول كانوا زي ما يلي. الخدعة الأولى كانت الطقس، وأما الخدعة الثانية فكانت الجغرافيا، وأما الخدعة الثالثة فكانت الاختلاق. وتعالى كده مع بعض نبص على كل خدعة من الخدع اللي فاتت دول ونفهمهم بالتفصيل. أول خدعة هنتكلم عنها كانت خدعة الطقس. لاري لما بدأ يراجع نشرات الأرصاد الجوية في الأيام دي، اكتشف إن أغلب الحوادث دي حصلت وسط عواصف مدمرة وأعاصير. يعني السفينة ما غرقتش عشان شعاع ليزر من أطلانتس، دي غرقت عشان الموج كان ارتفاعه حوالي 15 متر والسفينة اتكسرت نصين مثلا. بس المؤلفين أخفوا المعلومة دي، وأخفوا كل التفاصيل اللي تخص الطقس بتاع الحادثة، وكل ده عملوها عمدا عشان يزودوا الغموض عند الناس ويبيعوا أكتر. وأما بالنسبة للخدعة التانية فكانت خدعة الجغرافيا، لأن لاري لاحظ إن حوادث كتير جدا منسوبة لمثلث برمودا وهي أصلا حصلت بره المثلث. يعني مثلا سفينة تغرق عند سواحل البرتغال، تلاقي الناس حطتها ضمن مثلث برمودا. المؤلفين كانوا بيوسعوا حدود مثلث برمودا بمزاجهم عشان بس يلموا بعض الأحداث وخلاص، ويلموا الليستة عشان بس يقنعوك إن المنطقة دي خطر أكتر من اللازم. وأما بالنسبة للخدعة الثالثة زي ما قلنا فهي خدعة الاختلاق، لأن لاري اكتشف إن في سفن ومراكب اتذكرت في كتب الأساطير ملهاش وجود أصلا في السجلات الرسمية. يعني أسماء بعض السفن الوهمية اللي اتألفت في مقالات صحفية صفرة زمان، والمؤلفين فضلوا ينقلوها من بعض جيل ورا جيل لحد ما وصلت لكتب، لحد ما وصلت للعالم بالكامل، وهي فعليا ملهاش أي تواجد تاريخي. وبعد ما لاري نسف الجانب الخرافي للأسطورة، كان لازم المجتمع العلمي يتدخل للإجابة على السؤال الأهم. احنا دلوقتي لو استبعدنا الفضائيين وأطلانتس وأشعة الليزر، اللي ممكن يكون بيسبب اختفاء السفن في مثلث برمودا؟ وده بينقلنا على بعض التفسيرات العلمية المهمة جدا، ومنهم علمين مهمين ناس كتير جدا ما تعرفهمش. العلم الأول هو علم الجيولوجيا البحرية، وأما العلم الثاني فهو علم المحيطات. العلمين دول قدروا يقدموا لنا بالتجارب والدراسات العلمية الحقيقية 3 تفسيرات لحوادث الاختفاء اللي بتحصل في مثلث برمودا. وأول تفسير كان فرضية قنابل الغاز، لأن علماء الجيولوجيا اكتشفوا إن في منطقة مثلث برمودا قاع المحيط فيه مخزون ضخم جدا من هيدرات الميثان، وهي مدفونة تحت الجرف القاري للمنطقة دي، وده عبارة عن غاز ميثان محبوس داخل بلورات جليدية تحت ضغط عالي جدا. ولما باحث زي جوزيف موناجان من جامعة موناش الأسترالية عمل تجربة لمحاكاة الظروف دي، أثبت إن بالفعل لما بيحصل انهيار أرضي بسيط في القاع، غاز الميثان المحبوس بيتحرر وبيطلع على شكل فقاعات عملاقة للسطح. الفقاعات العملاقة دي بتقلل من كثافة المية، وطبعا انت عارف قاعدة أرخميدس للطفو إن السفينة بتطفو لأن كثافتها أقل من كثافة المية.
الميه، ولكن لما الميه بتتحول لرغوه غازيه السفينه بتفقد قدرتها على الطفو وبتسقط عموديا للقاع بسرعه مرعبه، لدرجه ان المحركات ممكن تنفجر بسبب تغير الوسط المحيط. وده يعتبر تفسير علمي دقيق جدا لاختفاء السفن بدون اي اشاره استغاثه. واما بالنسبه لتاني فرضيه علميه معناها ظاهره الامواج الشارده، ولسنوات طويله كان البحاره بيحكوا عن جدران من الميه بتظهر فجاه، والعلماء كانوا بيعتبروها مبالغات لحد ما تم رصدها بالفعل. لان من خلال الاقمار الصناعيه العلماء اثبتوا ان منطقه مثلث برمودا بسبب موقعها الجغرافي بتبقى نقطه لتجمع لعواصف من اتجاهات مختلفه من المكسيك ومن الاطلسي ومن خط الاستواء. وطبعا العواصف دي بتعمل امواج عاليه، ولما الامواج دي بتبدا تقابل بعضها بيحصل ما بينهم حاجه بيسميها العلماء التداخل البناء، يعني موجتين او ثلاثه يركبوا فوق بعض في نفس اللحظه، فالمحصله النهائيه ان بينتج عنهم موجه واحده عملاقه ارتفاعها ممكن يوصل 30 متر، يعني ارتفاع عماره 10 ادوار تقريبا. والموجه دي كفيله انها تقسم ظهر اي سفينه مهما كانت حديثه ومهما كانت متقدمه، وده بيفسر تحطم السفن واختفائها بشكل سريع. طيب دلوقتي احنا فسرنا اختفاء السفن، لما نيجي نتكلم عن الطيارات الموضوع بينقلنا لفرضيه ثالثه تماما، والفرضيه دي اسمها الانحراف المغناطيسي وتيار الخليج. عشان نفسر الفرضيه دي تعال اوضح لك حاجه مهمه. الارض ليها شمال جغرافي اللي هو القطب الشمالي، وشمال مغناطيسي واللي هو البوصله اللي بتشاور عليه، والاثنين مش نفس المكان، يعني في بينهم زاويه انحراف، يعني البوصله مش بتشاور على الشمال الجغرافي، دي بتشاور على الشمال المغناطيسي، ودي معلومه معروفه. يعني مثلث برمودا بقى هو واحد من الاماكن النادره على وش الارض اللي بيمر فيها الخط اللاجوني، وهو الخط اللي بينطبق فيه الشمالين على بعض والزاويه ما بينهم بتكون صفر. يعني الطيار او القبطان اللي مش دارس جيوفيزياء ومش عامل حسابه بالمعادلات الملاحيه هيفتكر ان الاجهزه عطلانه، وهيفتكر ان البوصله بتشاور على اماكن غير اتجاهها بشكل عشوائي، وده العلماء بيطلقوا عليه التوهان الملاحي، وان الطياره او السفينه ما يبقوش عارفين هم اصلا موجودين فين لان البوصله تعتبر مش شغاله، ويكونوا بيلفوا حوالين نفسهم في دايره. والمحصله النهائيه بتكون ان السفينه او الطياره بتخلص الوقود بتاعها وبتسقط في المحيط في النهايه. واما بالنسبه للتفسير بتاع اختفاء الحطام فالعلماء بيقولوا ان في نهر مائي جارف بيظهر في مثلث منطقه برمودا اسمه تيار الخليج، وسرعته بتوصل لحوالي 2.5 متر في الثانيه، وده كفيل انه يجري في اي حطام في المنطقه دي وياخده ويرميه لمسافات بعيده جدا. بس انا دلوقتي عندي سؤال مهم جدا، ليه الناس ممكن يصدقوا نظريات غريبه زي الكائنات الفضائيه وسفينه اطلانتس وان في ثقب دودي في المنطقه دي بينقل الناس على زمن تاني؟ لان لو جينا على خريطه حركه الملاحه العالميه وبصينا على منطقه مثلث برمودا هنكتشف ان المنطقه دي زي ما بعض الناس بتسميها كوبري عالمي، واحده من اكبر الممرات المائيه زحمه في الكوكب بالكامل. بنتكلم عن الاف السفن والطيارات اللي بتعدي من المنطقه دي يوميا، سياحيه وتجاره وطيران مدني وغيرها كتير. فلما يكون عندك طريق بيمشي عليه مليون عربيه طبيعي جدا ان عدد الحوادث في المنطقه دي تكون اكتر من طريق بيمشي عليه 10 عربيات بس. والمثير للسخريه في الموضوع ان احنا لو بصينا على خريطه الحوادث العالميه هنلاقي ان في مناطق تانية في العالم زي سواحل اليابان والفلبين وبحر الشمال فيها نسب غرق واختفاء اعلى بكتير جدا من مثلث برمودا، ولكن المناطق دي ما عندهاش شهره تسويقيه ومحدش عمل عنها افلام ولا الف عنها كتب، وعشان كده محدش بيسمع عنها. طيب طالما الارقام بتقول انه مثلث برمودا يعتبر منطقه عاديه، ليه الناس لسه مصدقه الخرافات دي لحد النهارده؟ دكتور ديفيد لودين بيقول ان تصديق الخرافات مش غباء، دي حيله دفاعيه العقل بيعملها عشان يحقق 3 اهداف نفسيه مهمه. السبب الاول وهو الرغبه في الفهم واليقين، لان الانسان بطبيعته كائن فضولي، والاهم من كده انه بيكره كلمه مش عارف، لان حاله الجهل او عدم اليقين مؤلمه جدا للعقل البشري. يعني لما الدنيا بتمطر يوم خروجتك او لما حد يعاملك ببرود فجاه دماغك بيرفض فكره الصدفه وبيرفض فكره العشوائيه، فلازم يالف سبب يريحه. يعني مثلا يوم الخروجه ولما حصل المطر ممكن دماغك يقول لك انا حظي وحش، ونفس الكلام بالظبط بيحصل في مثلث برمودا. لو قلنا ان السفينه غرقت لسبب غير معروف او حصل خطا فني معقد احنا مش عارفينه، دي اجابه بتسيب العقل البشري في حاله قلق وشك، وهو مش عاوز كده. لكن نظريه المؤامره او الخرافه بتقدم وجبه كامله، ده في فضائيين، ده في قوه مغناطيسيه غامضه، ده في مدينه اطلانتس موجوده تحت مثلث برمودا. والشخص اللي بيصدق النظريات دي وبيوصل لحاله اليقين انها صح بيعمل كده عشان يحسس نفسه ان هو فاهم وان الكون ماشي ازاي، وحتى لو الفهم ده كله مبني على غلط او مبني على وهم. واما السبب الثاني لتصديق الخرافات فالعلماء بيسموه الرغبه في السيطره والامان، لان العلماء بيشبهوا الحاله دي بحاله
السواقة. معظمنا بيحس بالأمان وهو سايق العربية أكتر مما هو راكب جنب السواق. تسألني ليه؟ عشان ببساطة شديدة وهو سايق بيحس إن هو مسيطر على الموقف، وأما في عالمنا الطبيعة فوضوية ومرعبة. فكرة إن في موجة شاردة ممكن تطلع فجأة تبلع سفينة، أو إن غاز الميثان أو انحراف مغناطيسي ممكن يوقع طيارة، دي فكرة بتخلينا نحس بالعجز. وهنا الخرافة بتبدأ تلعب دور المسكن. لما تصدق إن الموضوع مؤامرة أو في خطة أو في حاجة غريبة، الموضوع ده بيديك إحساس وهمي بالسيطرة وإن أنت فاهم كل حاجة. وأما بالنسبة للسبب الثالث والأخير لتصديق الخرافات، فهو الحفاظ على صورة الذات، وده اللي بيخلي الأسطورة جذابة أكتر من العلم. العلم بيقول لنا إن إحنا بشر عاديين، وإن الكون ليه قوانين صارمة، وكل القوانين دي محتاج لفهمها دراسات ومعادلات صعبة وتغيير كبير في قناعاتنا. لكن الخرافة بتخليك تحس إنك شخص مميز، إنك ذكي، إن أنت اللي اكتشفت الحقيقة اللي باقي القطيع مش فاهمها. يعني باختصار نقدر نقول إن إحنا بنتمسك بالأسطورة بتاعت مثلث برمودا مش عشان هي حقيقية، إحنا متمسكين بالأسطورة دي عشان هي بتدينا إحساس مريح بإننا فاهمين الكون ومسيطرين عليه وكمان ناس مميزين. وفي النهاية حكاية مثلث برمودا مش مجرد قصة مسلية عن سفن بتغرق وطيارات بتختفي، دي قصة بتعلمنا أكتر نفهم عقولنا البشرية. قصة لاري كوش بتعلمنا درس أهم بكتير من الجغرافيا، بتعلمنا قيمة التفكير النقدي. في الزمن اللي إحنا فيه ده المعلومات مغرقة الدنيا، السوشيال ميديا مليانة أخبار ونسبة كبيرة منها أصلا ملهاش أي معنى، ونسبة كبيرة منها ملهاش مصادر. ولو سلمنا عقلنا لأي حد بيحكي حكاية مثيرة بدون مصادر أو معلومات مؤكدة، هنعيش طول عمرنا خايفين من خرافات ملهاش أي وجود من الأساس. وفي النهاية حابب أفكرك تاني إنك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو الحالي لو حابب يوصلك محتوانا الجديد أول بأول. سلام.